يا ربي. استغفر الله العظيم يا رب. الو. والله العظيم حاضر، انا هجيب لك الايجار النهارده. والله حقك عليا غصب عني والله. الايجار انا عارفه والله ان انا اخرت جدا على الايجار والله. لو انا ما جبتوش النهارده هترمي العفش كله في الشارع. طيب حاضر، احاول. حاضر. مع السلامه. يا ربي. لو سمحت. ايوه اتفضلي، في حاجه ولا ايه؟ انا بس كنت بدور على شغل، لو عندك حضرتك شغل او حاجه يعني. شغل؟ وانا عندي شغل اصلا، ونجيب لك شغل منين وبتاع ايه اصلا عشان تيجي تقفي الوقفه دي؟ مش من حقك اصلا. في حاجه ولا ايه؟ وبعدين انت مالكيش ان انت تقفي الوقفه دي يعني. انت يا ماما روحي، يا ماما شوفي لك اي حاجه. انتوا من هنا اصلا بتقفوا هنا وبتعملوا حوارات وكده. لا 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 لا، امشي يلا يلا يلا. اصل لو ما دفعتش الايجار النهارده هيرمي العفش كله في الشارع. وانا ذنبي ايه؟ عفش ولا مش عفش؟ انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي اللي انا اجيب لك شغل، وذنبي اللي انا اجيب لك كمان فلوس. في ايه يا ماما؟ ما تصحي روحي اقعدي مكانك. انت جايه تعملي الشويتين دول؟ انا عارفكم بتقفوا على النواصي هنا بتعملوا نمر. ايه ده؟ طيب ممكن بعد اذنك بس تديني فلوس بس اركب اروح اشوف شغل. يو انت يا فندم ما بتفهميش ولا ايه؟ لازم يكون عندك نظر كده في الناس. وانا لازم اقعد احرق كتير؟ ايه يعني ايه يا فندم؟ ما بفهمش وليه تغلط فيا؟ انا ما غلطتش فيك عشان تكلمني بالطريقه دي. وبعدين انا مش بشحت منك اصلا، انا جايه بكلم حضرتك بذوق. مع الناس دي ما بتفهمش ولا ايه؟ مالك يا ماما؟ اصحي بقى، امشي بقى. شكرا يا فندم، كتر خيرك. العفو. على فكره يا فندم. في ايه تاني؟ عايزه ايه؟ ده انت حاجه غريبه وممله قوي. اهدى بس كده وهدي اعصابك ايه الاول. كمان هتقعدي؟ في ايه؟ إيه اللي كمان بتقعدي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ اقعد بس، اقعد بس، انا حابه اتكلم معاك. اللي انت ما تعرفوش حضرتك. كمان ما اعرفوش؟ هدي اعصابك بس، انت مالك بتتكلم كده ليه وحامق اخلصي ليه؟ عشان عندي ميعاد. يلا انجزي. اللي انت ما تعرفوش ان انا عمتي حكيالي عنك، وانا حطاك في اختبار. انا ناهد، اكيد عارفني. ايه؟ اقعد. اتصدمت ليه؟ لا لا اصل انا استغربت يعني. طب انت ليه تعملي كده؟ هتستفادي ايه يعني؟ استفاد ايه؟ ده انا استفدت كل حاجه. الانسان لازم تعرفه هنا في الموقف. البني ادم مننا بيبقى موقف، مش بيبقى كلام. اصل انا افعال. كنت مخنوق يا ناهد وكده، وكان في ناس بقى معايا اه. وكده، فضايقت شويه. معلش، مخنوق. انا مش كده اصلا. بص بقى، اللي انت ما تعرفوش ان بابا سايب لي املاك كبيره جدا، ولازم ان انا كان اعمل لك الاختبار ده. وعمتي قالت لي ده جدع طيب وابن حلال، وهو ده اللي هيصونك. بس للاسف لقيت عكس كده خالص. بس عمتي طيبه قوي، تاخد مقالب كتير جدا في الناس. لا انا مش كده خالص، بس غصب عني والله. انا مش ببص لفلوسك، ولا عمري اصلا ابص لعمتي كما قالت. ما حكيتش اي حاجه من الحاجات ديت، وانا عمري اصلا ما اعمل ده اصلا معاكي. سامحيني، انا مش قصدي كده. انا لو قصدي كده ما كنتش خدت الاجراء معاكي كده خالص في الكلام. بس صدقيني والله غصب عني يعني. مش اسمعيني بس، اسمعيني. لا انا مش قصدي كده خالص والله. ناهي.